برج الأسد. صلوا على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على الرسول تيسر الأمور. برج الأسد هذه الفترة طاقة إيجابية غادي ربي غيعلي قيمتك بوتيرة سريعة، انطلاق قوي هذه الفترة في كل معطيات الحياة ديالك، أيضا صحوة ويقظة وتنظيم وترتيب الأمور ديالك، طاقة إيجابية. اللي ظلمك غتفرج فيه وغادي تشوفه تياخد الحساب والعقاب. أنت طالع من أزمة ومن غصة وعندك شفاء من طاقة الأسحار والعين والحسد ورجوع السحر على الساحر. باب الرزق غادي تفتح لك. أيضا هذه الفترة عندك شيء غادي يكون كان مخفي، غادي يكون غتشوف أسرار وحقائق غادي يظهر لك هذه الفترة، وأيضا غتكشف على سر غادي يساعدك إن شاء الله. هذه الفترة نجاح كبير وسفر، تغيير مكان، أفكار قوية، تجديد أمور إيجابية إن شاء الله. إذا فترة اللي غادي الحب غادي يطرق بابك وحبيب مناسب في المكان المناسب. إذا أنت موعد مع المال والنجاح والثروة والخير الوفير. سفر كارما هذه الفترة لشخص ماكر متلاعب، دعواتك صابته بالمرض والهوان. أيضا فترة اللي غادي تكون عندك إن شاء الله بشائر وأفراح وخبر صار يا برج الأسد. إذا غتكون عندك مقابلة وقرار مهم، غادي ربي غادي يفرح قلبك المكسور وغتكون في نجاح وعلو. انت عانيت كتير من سحر وعين وحسد وقرين ومس متعبك العين ومتعبك حتى القرين، مخليك هادشي أثر سلبا على الصحة ديالك وعلى النفسية ديالك، لكن الحمد لله ما ضاقت إلا فرجت. ربي غادي يعطيك من حيث لا تحتسب. عندك هاد الفترة صبرتي وربي غيجازيك. أيضا فترة اللي غادي تكون حاجات أنت كنتي نسيتيها من مدة، ربي غيبشرك وغيفرحك إن شاء الله. وأيضا رزق وانتصار على ظالم ورجوع الحق. أبشر يا برج الأسد وصلي على محمد وعلى آل محمد. إذا فرصة مهنية وأيضا مهمة هذه الفترة، تطورات إيجابية غتساعدك باش تخطى كل الأزمات العالقة. أيضا عندك فرص ذهبية جديدة وتفاؤل وثقة في النفس. الطاقة القيادية غتساعدك باش تحدى كل المشاكل والعراقيل، وغادي تبعد على كل الأمور السلبية. أيضا فترة اللي غتهتم بالصحة ديالك وغتهتم أيضا بالمقربين لك وغتكون حنون ودبلوماسي مع الشريك. أيضا غتواجه بعض الأشخاص الماكرين وغتزيحهم من طريقك. إذا برج الأسد فترة اللي عندك علو وقوة الهدوء وهدوء، أمنية غالية غتحقق لك. أيضا قرار تاخذه هذه الفترة غيغير أمورك للأحسن إن شاء الله. أيضا تقي شر من أحسنت إليه. وأيضا اللي باعك بيعه يا برج الأسد. إذا صبرتي وغتشوف غتشوف تعويض إلهي لك، وغتعرف أنك الأمور كلها غتحسن وربي يسر لك كل الأشياء اللي كانت عالقة بعد ما عانيتي من أسحار وعين وغصات وتعطيلات ووقف الحال. أيضا هادشي أثر سلبا على الصحة ديالك. أيضا ربي غادي يعوضك ما أحسن وغادي عندك شفاء واستشفاء ورجع السحر على الساحر. أيضا ما تقلقش وما توترش، عندك فرحة قادمة لك. وأيضا بشائر وقت مناسب لك باش يعطيك ربي من حيث لا تحتسب. أيضا هذه الفترة غادي تبعد على كل حاجة سلبية وعلى القلق والتوتر، خاصة في المجال المهني والمجال العاطفي. أيضا قوة الإبداع، قوة النجاح والحرية، وأيضا الدراسة لكل الأمور ديالك. إذا غادي تحل كل المشاكل العالقة إن شاء الله، وغتحافظ على الصحة ديالك بنوع من الرياضة والاتزان والتوازن وتنظيم الأكل ديالك، التغلب على القلق والتوتر. أيضا غادي تحاول باش
بالهدوء ديالك والدبلوماسية. إذا غادي تكون عندك الحظوظ القوية في طريقك، وأيضا حان الوقت باش تعيش حياة جديدة، وتجدد في كل الأمور ديالك، إذا خالية من المشاكل ومن التعب والغصات والهموم. إذا غتودع سنوات العجاف وفترات العكوسات والنحوسات إلى حياة مليئة بالتفوق والنجاح، وأي حاجة تمنيتيها إن شاء الله غتكون بين يدك. طيبة القلب ديالك والحنان ديالك والعطف ديالك، أيضا والإخلاص والوفاء، هي سر سعادتك هذه الفترة. غتغلب على كل حاجة سلبية، ورجوع شخص من الماضي، أيضا علاقات عاطفية قديمة غترجع لك. ربما برج العقرب أو الأسد، العذراء، جوزاء والدلو وسرطان وأيضا قوس. إذا عندك سفر وتغيير أمورك للأحسن إن شاء الله. غتستعد اللياقة ديالك والصحة ديالك، وغتبتعد عن المنافقين والمخادعين. إذا ربي غادي يحل لك المشاكل ديالك، وغادي تشوف الخير بين يدك والشر بين ايدين أعدائك. إذا هذه الفترة شفاء من طاقة العين والحسد والقرين والمس، أيضا ورجوع السحر على الساحر. إذا فترة اللي ربي يستجب دعاك، وأيضا غتكون إن شاء الله في طاقة متجددة وطاقة قوية. غتواجه كل المشاكل بثقة، غتلقى خبر غادي يفرح قلبك إن شاء الله. ربي غيفتح لك أبواب كثيرة إن شاء الله، وغادي تكون أمور، غادي يعري لك على كثير من الأمور والحقائق كنتي غافل عليها. إذا غتحافظ على الهدوء ديالك والاتزان ديالك. إذا بالصبر والتركيز والعزيمة غتحقق نجاح وأهداف قوية إن شاء الله. إذا هذه الفترة يا برج الأسد عندك حنين وحب يا إما للأسرة ديالك أو شخص من الماضي. أيضا غتوطد علاقتك مع الشريك. عندك من الناحية العاطفية الحب غادي يطرق بابك، وأيضا سعادة لقلبك المكسور. غادي ربي يلقيك بأشخاص طيبين غيساعدوك وغادي يكونوا وجه السعد لك إن شاء الله. فرص مهمة إن شاء الله، وأيضا ترتيب الأولويات ديالك بكل ثقة وشخصية قيادية. إن شاء الله غادي تحاول باش تجد الطاقة ديالك، وغتستغل الفرص الذهبية والطرق القوية إن شاء الله باش تكون في نجاح وعلو اللي غيدمر أعدائك إن شاء الله. إذا غتمشي بوتيرة قوية، وأيضا غتحكم في كل الأمور ديالك، وغتسيطر على كل العراقيل. أيضا غتحرص على الابتعاد على التسرع بعض القرارات، والتمسك بالحكمة والرزانة إن شاء الله. إذا برج الأسد، فترة اللي غادي إن شاء الله غتكون عندك طاقة قوية غتدفعك باش تميز وتكون في الصدارة، وغتظهر أمام الآخرين بثقة مهمة وشخصية قيادية، حماس وحيوية ونشاط. أيضا غادي تنجز أمورك في كل الأعمال ديالك والمهمة ديالك في فترة وجيزة. إذا كما كانت المسؤوليات اللي غتعطاك غتقوم بها بجدارة واستحقاق. إذا نجاح مهم في المهمة ديالك أو المهنة، والتخطيط والدراسة لكل الأمور. غتبتعد على كل السلبيات وتركز على كل حاجة اللي غادي تفيدك. إذا أمامك أبواب لمشروع جديد وشراكة وعمل جديد. أيضا فترة اللي غادي تعيش لحظات مليئة بالمشاعر، وأيضا تقرب للشريك، وغادي تتجنب الغموض في الرومانسية، وأيضا تكون الأمور واضحة باش تغلب على كل حاجة سلبية إن شاء الله. إذا من الناحية الصحية، أيضا غتبدا مجهود بالاهتمام بالصحة ديالك والراحة ديالك، لأنك محتاج للراحة والطمأنينة والسعادة. غتحاول تخلق أجواء غتناسب باش تجد الطاقة ديالك، وباش تكون في
في راحة نفسية قوية. أيضًا ربما غتجهز لسفر قصير، أو أيضًا لَمّة وجمع شمل وصلح ومصالحات مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع الزملاء. أيضًا غادي يكون حنون ودبلوماسي على الأبناء. أيضًا غتساعد اللياقة ديالك والراحة النفسية، وغتساعد على التوتر والقلق، لأن صراحةً تعبوك وعياوك وخلاوك في دوامة. لكن الحمد لله هاد الفترة بالصدق ديالك والإخلاص ديالك والوفاء ديالك غادي توصل لبر الأمان وغتنجح إن شاء الله. إذًا برج الأسد، هاد الفترة التركيز وانضباط، وأيضًا غادي تعطي كل ما عندك في العمل، وغتمنح قوة، تمنحك فرصة القوة باش تزيد تعطي كتر في الأفكار ديالك، وأيضًا تستافد من خبرات الآخرين. وأيضًا أيضًا وغادي تعطي ويكون عندك مشروع وشراكة وعمل جديد. أيضًا عقد غيكون بين يدك، ربما شراكة المشروع، أو أيضًا بعض منكم عندك عمل اللي خارج البلد ديالك، غادي تجني ثمار الأعمال ديالك إن شاء الله باتزان وتوازن. إذًا غتكون عندك قناعات قوية باش تسمع الحس ديالك والروحانيات ديالك العالية. أيضًا فترة اللي غتوجد راسك في لحظات تستحق أن تهتم بنفسك وتهتم باللياقة ديالك، وأيضًا بالراحة والهدوء، وأيضًا بالاستجمام، وأيضًا تاخذ الهدنة والعزلة والتباعد باش إعادة دراسة حيثيات الحياة ديالك، وأيضًا تحدد الأولويات ديالك وتجدد الطاقة ديالك، لأن صراحةً تعبتِ وقررتِ باش ترتاحي فعلًا. لأن تعبوك وألموك وعانيتِ من أشخاص أنت درتِ فيهم الخير، وقفتيهم على رجليهم وطلعوا ماكرين مخادعين. لكن ربي غينصرك إن شاء الله، وغتشوف الأمور كلها في ترتيب وعلو. ربي يعطيك من حيث لا تحتسب إن شاء الله يا برج الأسد. إذًا هاد الفترة ربي غيضيء عندك نور إلهي وهدية ربانية غادي تضوي لك طريقك، وفرص مهنية إن شاء الله، غتركز على العمل والمال باش تحقق الاستقرار وراحة البال. أيضًا تطورات إيجابية غتخليك في القمة، وغتخلي تحقق ثروة مالية وإنجازات مهمة. أيضًا لكن خليك كتوم وابتعد عن أعداء النجاح، لأن متبعينك أنت متبوع ومحسود من أقرب مقربين لك. إذًا بالهدوء ديالك والتركيز والدبلوماسية غتحقق أشياء ما كنتيش تتمنى توصل ليهم. إذًا قرار غتغير أمورك إن شاء الله. أيضًا هاد الفترة كما قلت شخص يراقبك ومتبعك حسود وحقود. إذًا يا إما برج هوائي أو برج ترابي. لكن إن شاء الله هاد الفترة غادي تبعد على كل طاقة سلبية، وغتبعد عليك الأشخاص. إحساسك دليلك يا برج الأسد. عندك صفقات وعندك أرباح ومناسبات، وأيضًا زغروسة في بيتك. صبرتي وربي غيجازيك هاد الفترة، وتلاقي إن شاء الله أشخاص طيبين غيساعدوك وغيكونوا جا السعد عليك إن شاء الله. أبشر يا برج الأسد، وصلي على محمد وعلى آل محمد. برج الأسد هاد الفترة أكثر صحوة ويقظة، وغادي تبعد على الأشخاص الماكرين المخادعين والمنافقين اللي غادي تكشفهم. ربي غيساعدك باش يزيح لك الغطاء عفوا عليهم. إذا هاد الفترة عندك طاقة قوية غتخليك تعمل كل ما عندك، وغتريح قلبك من كثرة القيل والقال. غتاخد الهدنة والتباعد، وأيضًا غادي تقهر وتدمر العدو ديالك بالنجاح ديالك، لأنهم اعتادوا باش يشوفوك في نفس القلق والدوامة. لكن هاد الفترة ما ضاقت إلا فرجت، انفراجة وانفتاح على عالم جديد وأشخاص جديدة وأفكار جديدة ولوك جديد. أيضًا غتجهز لشيء غادي ينقلك لعمل جديد إن شاء الله، ترقية بسبب المجهود ديالك في العمل. أيضًا هاد الفترة غتظهر لك غتكون عندك فرحة قوية، لكن الأعداء ديالك تيتمناو لك زوال النعمة. رقي نفسك وحصن نفسك.
أيضًا هاد الفترة غتقابل شخص غادي يبادلك نفس الشعور، وغتكون علاقة قوية، ترسيم ربما عندك خطوبة أو ترسيم علاقة أو رجوع منفصلين. أيضًا بعض منكم غيخرج من علاقة سامة شريك نرجسي غدار متلاعب. خُذ قرار لا رجعة فيه. إذًا علو وسيطر على الأمور، الاتزان والتوازن، رقّي نفسك، انتبه ميزانيتك، انتبه لأعداء النجاح، أنت الأعلى وأنت الأقوى، ربي غينصرك ويعطيك من حيث لا تحتسب، وينصرك على ظالم.